الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قصيدة تعبر عن مدى فرحنا بهذه الليلة وعن مدى حبنا لشيخنا المبارك أبي محمد عبد الوهاب الشميري. وأقول في مطلعها: في عتق ميم شبوه كل غالي التقي به، في عتق ميم شبوه كل غالي التقي به، جمعنا في محله في مسره وأفراح، يا الحضور الأكارم والصدور الرحيبة، خلوا البحر فاتح يدخله كل سباح. قال: يا الحضور الأكارم والصدور الرحيبة، خلوا البحر فاتح يدخله كل سباح، وابن شبوه يرحب جم وبكل طيبه، للضيوف الأجلة قرح القاف قراح. وابن شبوه يرحب جم وبكل طيبه، للضيوف الأجلة قرح القاف قراح. واسمعوا قول شاعر في معاني عجيبة، وافهموا القصد مني في هدوء دون صياح. قال: مركز الشيخ نور، مركز الشيخ نور، نور من بايعيبه، غير من صار يمشي في نهاره بمصباح. مركز الشيخ نور، نور من بايعيبه، غير من صار يمشي في نهاره بمصباح. يا الشميري حماتك ضد أكبر كتيبه، يا الشميري حماتك ضد أكبر كتيبه، يا الشميري بجنبك صدق ما هو تمزاح. يا الشميري حماتك ضد أكبر كتيبه، يا الشميري بجنبك صدق ما هو تمزاح. يا الشميري بقربك والمسافة قريبه، لو يقع 1000 كيلو يجيك والبال مرتاح. سد عيني مشايخ روس شمخ صليبه، لجلهم قال شاعر نقح الهرج نقاح. ذا دليل الأخوة والتنافر مصيبة، لموا الشمل هذا والذي راح قد راح. كل مجروح يلقى دواء من طبيبه، كل هالناس تدري إن للجرح جراح. والمحبة يصلي إلى ذكرنا حبيبه، ختمها بالمشفع صدها سيوف ورماح.